مين فينا ما بيحبش سندوتشات الكبدة بتاعة العربيات؟ بس بنخاف دايما نشتريها لانها دايما بتبقى مش مضمونة. تعالى اقول لكم على سر التتبيلة الخطيرة بتاعة كبدة العربيات اللي مش هتبطلي تعمليها ابدا. بس قبل ما نبتدي الوصفة، لو اول مرة تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت. هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي الوصفة. هنجيب بقى طبق صغير هنحط فيه معلقة كبيرة جدا مليانة من الثوم، هنحط عليها معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من الخل، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، ورشة كده من خلطة ال11 بهار. وكمان هنضيف عليها ليمونة كاملة، ونص معلقة من الشطة لو بتحبوها سبايسي. هنقلب التتبيلة كويس، وهنجيب بقى كيلو الا ربع من الكبدة، هننزل 3/4 التتبيلة اللي احنا عملناها، ونقلب الكبدة بيها كويس جدا جدا علشان هنركن الكبدة بتاعتنا في التتبيلة شوية. هنجيب بقى قرن شطة، وده اختياري لو الناس بتحب الحاجة سبايسي. طبعا الكبدة مبتتاكلش غير سبايسي. هنقطعها قطع كده عليها ونقلبها، ونركن الكبدة بتاعتنا لمدة ساعة كاملة على الأقل. هنجهز بقى طاسة هنحط فيها نسبة كبيرة من الزيت، لان الكبدة بتحتاج زيت كتير، وهنحط كده عليها نص معلقة سمنة علشان تدي طعم. هننزل عليها بقى باقي التتبيلة اللي احنا عملناها، وهنبتدي نشوحها كده كأننا بنعمل تقلية ملوخية بالظبط. وهننزل عليها بعد ما لونها يبقى ذهبي بالكبدة بتاعتنا اللي احنا ركناها على جنب لمدة ساعة. وضروري جدا ان الكبدة بتاعتنا تتركن في التتبيلة علشان تضيع طعم الزفارة بتاعتها وتشرب من التتبيلة. هنبتدي بقى نشوح الكبدة بتاعتنا في الزيت، وضروري جدا يكون الزيت بتاعنا سخن علشان الكبدة اول ما تنزل في الزيت تاخد الصدمة. هنستمر في تقليب الكبدة بتاعتنا لغاية ما لونها يتغير بالشكل ده. الكبدة يا جماعة ما بتاخدش وقت في السوا خالص، يعني لمدة 10 دقايق كده وبتكون الكبدة بتاعتنا دخلت في السوا. هنفضل نشوح فيها ونقلب فيها ونغطيها كده ونسيبها لمدة 5 دقايق على النار، واحنا موطيين النار، ونضيفلهاش ميه ولا اي حاجة لغاية ما الكبدة بتاعتنا تجهز. هنجيب بقى العيش الفينو الجميل بتاعنا، وهنبتدي بقى نحشي الكبدة بتاعتنا. وكلي بقى يا ستي احلى سندوتشات كبده معموله في البيت بكبدتك اللي بتشتريها بايدك، مضمونه واحلى من اللي بتجيبيها من على العربيات بمليون مره. ما تنسيش بقى تحطي معاها شرايح الليمون، وكمان تحطي قرون الشطه اللي بتودي الكبده بتاعتنا لحته تانية خالص. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها وتشاركوني في تعليقاتكم اذا كانت ظبطت معاكم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله.